السلام عليكم، نهاركم مبروك. بغيت نهضر على الاتحاد العام للعمال الجزائري. نوليو شويه بكري، نهضروا شويه بكري. اول امين عام حكم الاتحاد العام للعمال الجزائري هو الشهيد عيسى التدير. كان اول امين عام، كان يدافع عن العمال، كان انسان راجل، انسان مجاهد، انسان شريف، عنده الوطنيه، روح الوطنيه، يبغي المساكن، يبغي الفقراء، يهدر على العمال. كان ما شاء الله. حتى وصلت فرنسا عند باته ومات شهيد، وجاو رجال موراه تاني ما شاء الله. وجا تاني الامين العام بن حموده، كان يدافع عن العمال ويدافع عن المندوب النقابي، وكان كي يهضر كاع يسمعوا له. كانت النقابه بمعنى كلمه، كل واحد كان يمارس النقابه تاعه، وكل واحد كان تالمو كان امين العام كفؤ ودا كفاءه، وكان بالقانون كان المستخدم بالسيف عليه ينطاله، بالسيف عليه يعطي حق العامل ويعطي حق المندوب النقابي، والمندوب النقابي رافع راسه ويمارس ممارسة النقابة في المؤسسات وفي الشركات بمعنى كلمة. علاش نهضروا نيشان؟ علاش وصل المندوب النقابي يطردوه فيه ويديروا له قرار تعسفي وما يستعرفوش به وما عنده ما على بالهمش كاع به؟ علاه نهضروا نيشان؟ كاين ناس في النقابه جيبها من الاتحاد العام، من المركزيه حتى الاتحاد المحلي. كاين ناس ما راهمش يخدموا ماشي يخدموا مصلحه العمال ويدافعوا على المندوب النقابي. الناس راه تخدم في المصلحه تاعها. الناس راها تشوف المصلحه اللي تساعدها مع المستخدم، عليها المستخدم تطغى. كاين ناس نهضروا في النقابه خونه، نهضرها بلا بالكلمه. كاين ناس خونه راهم يحوسوا يحطموا النقابه، يحطموا النقابه تاع نقابه الشهيد اللي جابها شهيد وعرق عليها شهيد وكانوا فيها رجال. احنا ما خصناش الناس اللي يهضروا في التلفزيون ولا يهضروا في الاخر وفي صح في التطبيق وفي الواقع ما كان والو. راكم تشوفوا ومندوب نقابي راه يطرد من العمل بطريقه تعسفيه ما نسمعوش كاع بها. انا كنت انا واحد من مندوب نقابي، كنت في شركه الحراسه والمراقبه. ما طردوني بطريقه تعسفيه. والناس هادو ما يستعرفوا بالنقابه، ما يستعرفوا بالقانون النقابي، ما يستعرفوا بالقانون اللي دارته الدوله. وانا دخلتها للشرا وربحت هاد شركه الحراسه والمراقبه، وعندي حكم وباش يتنفذها هو تالمو الاخر تالمو ما كاش النقابه ماش تلعب دور. وين جات النقابه الكيزه وعندها دور وجاو فيها رجال، نقول هذا المستخدم يعرض ويخرج صدره. هذا هو خص ناس تبدا من الفوق، من السلطه. ناس يجيو ناس كيما عيسى تيدير، كيما بن حموده، كيما هاد الرجال يحكموا السلطه تاع النقابيه. ومن بعد تولي الولائيه تاني ولايه يكونوا ناس بمعنى كلمه. ومن بعد في الاتحاديه تاني يكونوا ناس تاني بمعنى الكلمه، وواحد يراقب واحد. وبالقانون قانون العمل، قانون ممارسة حق النقابي. وتشوف الحالة، تولي تشوف المستخدم هذا ينطاع بالسيف عليه. وبالقانون الناس تخدم المصالح تاعها، والناس كل واحد يشوف شو اللي تخرجاه. ما على بالهم بمندوب نقابي، ما على بالهم بعمال، ما على بالهم هي سي نورمال. المستخدم راه داير قرعه، المنظم النقابي محكور، مخرجينه من الخدمه، العامل ما دايش حقه، مخرجينه من الخدمه.
راها هامله. هذا هو المشكل. لازم تتعاونوا. حنا باش النقابه تولي كما كانت، كما وقت عيسى ديل وكما وقت حموده واللي كانوا رجال، باش تولي لهذيك الهبه تاعها وتولي بما النقابه بمعنى كلمه. خص ناس يحطوا ناس، خص ناس يفوتوا على ناس ويختاروا ناس اللي يكونوا عندهم خوف الله وعندهم كفاءة وناس تخدم، الناس تكون عندها روح الوطنية، يفوتوا على الناس بمعنى كلمة. إلا باغي النقابة تولي كما كانت. بصح إلا كانوا كيما هاد الروينة اللي راها هضروك في النقابة ما هضرونيش أنا، راه كاين ناس باغي يحطموا هاد النقابة. أنا شفتها في القضية تاعي، المندوب النقابي مطردينه ورابح حتى واحد ما تدخلش في القضية تاعي، عرف بلي النقابة ما راهش نيشان. كاين ناس راهم باغيين يحطموا هاد النقابة، الناس راها تخدم مع المستخدم. نتمنى تكون تخرج ناس وتكون في المستوى. السلام عليكم.